دونك السلام عليكم. حبيت نعطيكم شوية تلخيص على قصة اسمها فتاة القيروان، مؤلفها جورجي زيدان. دونك أحداث القصة هذه تصير في عهد الدولة الفاطمية. دونك في عهد الدولة الفاطمية خاصة صايرة في عهد معز الدين الله الفاطمي. هذا معز الدين الله الفاطمي هو الخليفة الثالث، وهذه الدولة الفاطمية أسسها عبيد الله المهدي. عبيد الله المهدي اللي هو اللي بنى المهدي. هذا عبيد الله المهدي اللي وصلوا معناتها للحكم هو اسمه واحد شخص اسمه عبد الله الشاي. هذا عبد الله الشادي هي هو معناتها انطلق من الجزائر، وخاصة وبدأت الدعوة دونك الفاطمية في بلاد اسمها إكجان هذيا في ولاية ستيف دايرة بن عزيز. دونك أول دولة ولا أول عاصمة الدولة الفاطمية هي في جبل إكجان بولاية ستيف. من بعدها انتقل عبد الله المهدي وأبو عبيد الله الشيعي للمهدية، وهذيك تم قتل معناتها هذا عبد الله المهدي قتل أبو عبيد الله الشيعي. تنطلق أحداث القصة متاع هذه الفتاة القيروان دونك في عهد معز الدين الله الفاطمي. دونك هي العملية تتمثل لأنه عنده معز الدين الله الفاطمي عنده قائد اللي هو قام بالعملية الانتصارات الكل اللي اسمه جوهر الصقلي من سيسيليا. وهذا جوهر الصقلي عنده بنته اسمها ولده اسمه الحسين، وقرروا يزوجوه من فتاة اسمها لميا اللي هي فتاة القيروان، اللي هي بنت سلطان حمدون اللي هو ملك في مدينة اسمها سجل ماسة. هذا سجل ماسة هذه بلاد في المغرب حاليا ما عادش موجودة، بقات كان آثار، لكن كانت دولة كبيرة برشا وانتصر عليها الفاطميين. دونك كانت من أهداف دونك القصة هذه هو عملية فتح مصر. الفترة هذيك كانت مصر تحكمها الدولة الأخشيدية، وكان خاصة يحكمها ما يسمى كفور الأخشيدي. هذا كفير الأخشيدي كان تابع الدولة العباسية وكان أسود اللون. حكم معناتها سيد، تخيلوا لأنه فما سلطان كان يحكم في مصر أسود اللون، وحكم مصر معناتها مدة 33 سنة، وكانت دولته كبيرة ياسر فيها حتى بارتي من تركيا والأردن وليبيا وكل. دونك لكن هو في شنو صار وقت دونك هو وقت مرض حطوا في بلاصتو أمير كان ضعيف. دونك هو وقتها استغلوا ثم الفاطميين ضعف في الدولة هذيك، وقتها دخلوا لها كانت عاصمة القاهرة هي الفسطاط هذه بلاد أسسها عمر بن العاص، وهي في الوقت الحالي هي مصر القديمة. زاد عرفت من الحكاية هذه لأنه اللي عاون الدولة الفاطمية واحد يهودي اسمه يعقوب ابن كلس. يعقوب ابن كلس كان وزير عند كفور الأخشيدي، وبما أنه رأى الدولة قاعدة تضعف دونك رأى لأنه فرصة لأنه يجي الدولة الفاطمية في بلاصتو. دونك زاد تعرفت لأنه فما في الفترة هذيك فما عبيد يسموه السقالبة. هلا السقالبة ذوما هما من الدول الإسكندنافية، معناتها كانوا شبان من الدول الإسكندنافية يردوهم عبيد وسميهم السقالبة. دونك أحداث تاريخية وشخصية لميا متخيلهاش تكون حقيقية، لكن القصة هذه معناتها هذا جورجي زيدان معناتها عمل بحث بالكدا خارق العادة. دار هذا كفير الأخشيدي المتنبي معناتها كتب فيه قصيدة هجاء كبيرة، لكن أنا حسب ما توفمت لأنه هو كانت شخصية مربوقة، صحيح أسود اللون، وخاصة عندنا نستغربوا لأنه كيفاش العرب بكل أسف رسيس برشا وكان يحكمهم معناتها سلطان أسود اللون. دونك هذه هو معناتها ماذا بيا دونك الواش بالتلخيص هذا نشجعكم على القراءة وش نقدمكم برشا تلخيص نتاع قصص أخرين. والسلام عليكم. معز البرني يحييكم.